هو يعني إيه صلابة نفسية؟ أو خلينا نسميها فلتر العقل. الصلابة مش إن ابنك يبقى ناشف أو ما بيحسش، بالعكس، الصلابة هي إننا نبني حاجز بين أحداث الحياة وبين مشاعره، وبدل ما الكلمة الوحشة تخبط في قلبه وتجرحه على طول، بتعدي الأول على الفلتر اللي هو عقله يفكر فيها ويوزنها، وبعدين ياخد رد فعل متزن. تخيلي ابنك حد قاله في المدرسة انت لبسك وحش أو انت فاشل. لو مفيش فلتر الطفل هيصدق ومشاعره هتتأذي وهيرجع البيت مهزوم. لكن لو شغلنا فلتر العقل، الطفل هيسأل نفسه هل أنا فعلا فاشل؟ بيقول لنفسه بابا وماما بيقولوا عليا مجتهد وأنا عارف إني عملت اللي عليا. هنا الكلمة خبطت في عقله الأول واتفندت قبل ما توصل لقلبه. ده اللي بنسميه أو تطوره بنسميه تقدير الذات، اللي بيبدأ باحترامك انت بيه واستيعابك لطبيعته، فبيطلع مش سهل التأثير عليه لأنه شبعان تقدير من البيت.